في حاجات اول ما بتجيب الموتوسيكل لازم تعملها في الاول. خلاص الموتوسيكل بقى بتاعك، هتغير زيت وانت في المعرض. هتجيب زيت بتاع الموتور اللي مكتوب في الكتالوج. لو ما لقيتش فيه كتالوج للموتوسيكل بتاعك هتبص على النت، تكتب نوع الموتوسيكل بتاعك بالموديل، موديل السنه، وتشوف ايه الزيت اللي انت المفروض تحطه. طبعا هتجيب معاك ميكانيكي، هتكون انت محترف وبتتعامل مع ميكانيكي معين بقالك كتير، هتاخده معاك. يا اما واحد صاحبك معاه موتوسيكل بقاله 5 سنين 3 سنين سنه وبيتعامل مع ميكانيكي كويس وهو بيثق فيه، هتاخد الميكانيكي ده معاك. هيبص لك على اجزاء الموتور، المسامير متبرشمه ولا لا، الجلد في مكانتها، وهو عارف الحاجات ايه اللي ناقص وايه اللي صح، والجنزير في مكانه، والبلي في مكانه، البلي مقرج ولا لا. ويبص لك على البطاريه مركونه بقالها قد ايه، وعلى الكاوتشات، الكاوتش الرقم اللي عليه مصنوع امتى وبقاله قد ايه. وهتبتدي في مرحله التليين. في ناس بتلين ازاي؟ بتلين على 3 مراحل في ال1000 كيلو. ال 300 الاولانيين بيمشي عليهم اقل من 50، ال 300 التانيين بيمشي عليهم اقل من 80، ال 300 اللي بعديهم اللي هم اخر 300 في ال1000 او ال 900 كيلو بيمشي عليهم فوق ال 80 لغايه ال 100. خلص ال1000 لغايه فوق ال 100 105 100 لغايه تخلص ال1000. بعد كده بيبتدي يغير الزيت لرابع مره، وبعد كده يفتح فوق ال 100 على طرق سريعه، يجيب اخر الموتور. كده التروس بتتكسر وتاخد على بعض، الرايش كله بينزل، وتغير زيت بسرعه، تغير زيت بسرعه، فالموتوسيكل من جوه القطع الالومنيوم وقطع الحديد والنيكل تشكل على بعض. وبعد كده طبعا لازم يكون معاك خوذه في مرحله التليين، عشان لو حصل لك حاجه انت ممكن تقول لي طب ما انا خبير، انا بتعامل مع الموتوسيكلات بقالي كتير ومش هقع، مش محتاج خوذه. هقول لك الميكانيزم بتاع الموتوسيكل الجديد اللي انت جايبه انت ما تعرفوش، فانت بتطبع انت والموتوسيكل الجديد بطريقه ان انتوا الاثنين بتتعرفوا على بعض، فانت ميكانيزم الحركه بتاعت الموتوسيكل الجديد بتتعرف عليه، فممكن تتزحلق بيه، تخبط خبطه خفيفه، دماغك تبقى محميه 100%. الانجن جارد او سلايدرز، عشان لو حضرتك ملت بالموتوسيكل او اتزحلقت بيه او وقع على جنبه وهو واقف، اجزاء الموتور كلها تبقى محميه بلا استثناء، بالفبر، بالجادون، بالعجلتين، يكونوا كلهم مرفوعين على الارض. لو الموتوسيكل وقع تروح رافعه زي ما هو. التفلون بتاع الانجن جارد او السلايدر هو اللي احتك بالارض بس، والباقي كله سليم. ده بيتركب في الشاسيه، هتروح للناس المتخصصه هيركبوه لك صح 100%. او الانجن جارد لو انت مبتدئ هيحمي لك كل اجزاء الموتوسيكل بلا استثناء، حتى رجلك وهي جوه الانجن جارد بتكون محميه، ما بتقربش من الارض وما بتحتكش بالارض.